خلونا نبتدي النهارده بالحاجه الكومن جدا والترندي جدا، وهي الاسئله عن الفيلر والبوتوكس للوجه. خلونا مبدئيا نتكلم ان الوجه ربنا خلقه بمواصفات مختلفه عن بقيه اعضاء الجسم. الوجه بالنسبه لنا ما فوق العظم عباره عن 6 طبقات مش طبقه واحده. بالنسبه لنا الوجه العضلات ماسكه في الجلد، وهي اللي بتعمل التعبيرات اللي بتظهر على الوجه، زي لما الواحد يندهش تيجي تطلع التعبيرات اللي موجوده فوق، زي لما الواحد يكشر تيجي تطلع ال 111 بنتكلم عليها، لما بيبتسم ويضحك ويفرح بتظهر كمان خطوط حول العين، وممكن حاجات كمان على الوجنه او حول الفم. كل التعبيرات دي بتنتج من الاكشن او عمل العضلات على الجلد، ودي حلها بيبقى حقن ماده البوتيولينم توكسين او البوتوكس. ليه؟ لان الهدف ان انا اريح العضله ما تشتغلش بالماكسيمم باور بتاعتها، علشان لما تستريح ما تشدش على الجلد وما تعملش الثنايا او الخطوط اللي بتظهر في الوجه. التعبيرات دي الاول بتبقى حركيه، فمهم جدا ان ابتدي اعالجها بدري علشان الحقها، انما اول ما تبقى ثابته ساعتها العلاج هيبقى هدفه ان انا اقلل من اللي موجود، احاول احسن منه، بس ما اقدرش اضيعها بحقن البوتيولينم توكسين فقط على المدى الطويل.